بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر. أحلى كلام اتعلمناه. بسم الله، الله أكبر. بسم الله، بسم الله. التغيير. سموا الله وصلوا على أشرف خلق الله، المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. التغيير حقيقي للنفس. اتغيرت ولا لسه؟ ابتديت في التغيير ولا لسه نايم في العسل؟ التغيير الحقيقي ان انا زي ما قلت اجيب كراسة واكتب فيها مميزاتي وعيوبي، اخد نص الكراسة اقسمها 2، اكتب مميزاتي الاول. في ناس هتحب تبدأ بالمميزات وبعدين العيوب، وفي ناس هتحب تكتب العيوب قبل المميزات. ده ما يضرش وده ما يضرش. اللي بيكتب المميزات الاول الناس اللي هي ناس كتير زعلتها وأهدرت ثقتها في نفسها وجارت عليها وكانت بتختبر فيها وزعلوا من ناس كتير. دول يكتبوا المميزات الأول عشان يعرفوا نفسهم ويردوا ثقتهم بنفسهم بعد الله عز وجل، وبعد كده يشوفوا العيوب بتاعتهم ويستفادوا منها ويكتبوا عيوبهم. وجنب العيبة جنب العيب يجوا يشوفوا العيب ده كان ايه. يعني زي ما انا قلت قبل كده، انا كنت بدي بسخاء، ما زعلش بقى. احنا زعلنا بكفاية، لطمنا بكفاية، صوتنا بكفاية، حزننا بكفاية، عايزين نفرح بقى بزيادة زي ما كنا بنحط الحب بزيادة. احنا اولى بيه نفسنا بعد حب ربنا. مش قلنا ربك عليك حق؟ يلا ها، ولا نفسك عليك حق. الحب اللي اديته للناس اديه لنفسي، الاقي الناس كلها بتجري ورايا. صح ولا انا غلطانة؟ مش انا كنت بديلهم الحب معظمه عليا؟ اديلهم الحب ويرموا الكاس في وشي بعد ما ياخدوا الحب كله. طب ما انا استرد حق انا بقى بنفسي. مين اللي هيردهولي بعد رب العالمين؟ انا. واعوذ بالله من كلمه انا. في اي بي. انا هرد الحب الفي اي بي. خلاص. فلما انا اجي اهتم بذاتي واجيب كراستي واكتب مميزاتي، يبقى انا برد الحب لنفسي اهو. واجي عند عيوبي واشوفها كده واسالها ايه عيوبي. كنت بتكلم كتير، اشوف انا كنت بتكلم كتير ليه، ابحث عن العيب الذاتي جوه نفسي. يمكن ما كنتش بلاقي حد يسمعني، مش عشان انا كنت بتكلم كتير زي ما هم فهموني ان انا برطرط وان انا الكل بيقفل ودانه عشان بتكلم ياما فبصدعهم. ده اللي قالهولي، لكن انا ما كنتش كده. لا بالعكس، ده انا اهدى واحده، وانا من الناس اللي ما بحبش الكلام الكتير. بس انا ليه اتكلمت كتير؟ عشان ما كنتش لاقي حد بيسمعني. فانا النهارده بسمع نفسي، هسجل فيديو واسمع صوتي واسمع كلامي واسمع نبرة قلبي وافرح بيه. صح؟ مش ولا نفسك عليك حق ديا؟ يعني روحك، يعني صديقك، يعني اللي انت عاوزه، يعني اللي انت بتصاحبه. ازاي؟ مش احنا دايما بندور على حد نكلمه وده اللي حد يزعلنا منه؟ طب ما انا بقى احدث نفسي النهارده واكلم نفسي النهارده. صح؟ ما هي دي النفس. طب نفسي دي اقعد قصاد المرايه والكراسه قدامي وابص في وش نفسي. مش عايزه حد يبص في وشي اللي انا كنت بدي للناس وبتقفل الباب فيه وفي وشي. لا، انا مش انا اللي هفتح الباب لنفسي النهارده، وهقعد معايا الكراسه واكتب. خلاص انا كده عالجت سمعي اهو. يبقى انا هنبسط قوي يا ولاد 60 في 70. بقى انتوا كنتوا بتقولوا لي كده والحقيقه ما كانتش كده، واروح جايه بسرعه جنب العيب كاتبه الميزه. ما هو انت هتعرف نفسك ازاي بقى وهقيم نفسك ازاي؟ عن طريق الناس؟ لا، مش نظرة الناس ليك. خد نظرة الناس ليك وما تقيمهاش على حساب ذاتك. خدها وتعلم منها ازاي تقيم ذاتك. طيب، بتكلم اكتر ما بسمع، وده عيب. طب ايه اللي مخليني اعمل كده؟ لان انا عندي عدم قدرة في الكلام. ما كانش حد بيقعد معايا وما برضاش يسمعني ومش بيوصل للمعلومة زي ما انا عاوزاها.
يعني وانا بتكلم مع اللي قدام مني كنت الاول بسمعه وبصبر عليه وببقى فاهمه هو عاوز ايه وعارفه اخطائه وعيوبه، وبيجور عليا في الحوار، فبيقلب عليا الترابيزه او الطاوله زي ما بيقولوا من كتر سمعي. فانا هوب اي حد بقيت اول ما يتكلم طق 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 طق، عايز اعرفه الحقيقه. طب من ايه؟ هروح جايه جاريه جري. العيب ده هل هو فيا فعلا في خلقتي ولا مستعار؟ ما دي نقطه مهمه جدا. لا، ده مستعار، يعني تطبع، مش من طبع الرئيس اللي انا اتعودت عليه. انا كان من طبعي ان انا بسمع وبتكلم بعد ما بسمع. إذ فجأة لقيت في وسط ظل علاقة أيا كانت، لقيت نفسي أي حد ما بقتش عايزة أسمعه، أنا عايزة أتكلم بس، مش عايزة اللي قدام مني إلا إنه يسمعني بس. يبقى أنا هنا حطيت إيدي على الجرح وعرفته إن كان اللي قدام مني كنت أنا بسمعه وما بيسمعنيش، وكان بيهاجمني وكان بيقول كلام عارف إن أنا هقول إيه، فبيسبان بالكلام عشان أنا أقطم الكلام. فده اللي خلاني أقعد أتكلم. فاهمين النمط ماشي إزاي؟ وخدوا حاجات كتير بقى على نفس المشوار ده. طب انا بدي كتير ليه؟ لان انا اتحرمت، واللي قدام مني عودوني ان انا ادي وما اخدش، فاهدروا حقي، فما خلوش عندي استحقاق ذاتي لنفسي. طب انا اعالج نفسي ازاي؟ اللي انا بديه للغير ابتدي اديه لنفسي. اسال نفسي اقول لها انت عايزه ايه يا نفسي؟ انا كنت بدي اكلات حلوه قوي عشان اعمل تجمع اسري مع اصحابي او اصدقائي او ولقيتهم بعد ما بيعملوا كده بيتقلبوا علي. الله، هو الخير بيتقلب شر؟ لا، يمكن مش مدركين الموقف، يمكن اصحاب مصالح. طب ما انا اعمل الطاوله ديت لنفسي، وعلى الاقل مش هبذل مجهود ولا هرهق زي ما كنت برهق لهم وبتعب عشانهم. يبقى انا كده بفرح نفسي. فهمنا المشوار جاي ازاي؟ في ناس بقى تكتب العيب الاول لان هي متقبله عيوبها وعارفه نفسها وواثقه في نفسها، ثقتها بنفسها ما تهزتش، فبتكتب العيب الاول. بيبقى ده عيب في الطبع ذات نفسه، وانا خلاص ناويه اغير من طبعي. انا ناويه اهو، محدش بقى اشتغل عليا، ده انا اللي اشتغلت على نفسي. فاروح جايه كاتبه 1 2 3. شفتوا الفرق ما بين الاول والتاني؟ اللي كتبت الميزات الاول عشان كان في عدم ثقه من نفسها بوضع اللوم الاخرين عليها. الاتجاه الاخر الشخص التاني كتب عيوب الاول لان هو عنده ثقه في النفس وعارف ان دي عيوب هو حابب ان يعدلها، فبيروح جاي كاتبها. انا متسرع، ايوه، لا فعلا انا اي حاجه بتيجي في دماغي ببقى حابب ان انا اعملها. اراجع نفسي، طب ولما عملت الحركه دي صابت ولا خابت؟ اي 50% صابت و50% خابت، يبقى هنا المعادله مظبوطه. يبقى انا هحاول ان انا اقلل شويه في التسرع ده عشان في التأني السلامه. طيب انا مثلا باكل كتير، حلو، ما كانش من طبعي او ده من طبعي، هحاول على دخول سنه جديده اغير من نفسي واقل من الاكل واحده بواحده. فهمتم احنا بنتكلم على ايه؟ ده التغيير الحقيقي للنفس. اني لما اعرف حاجه اكتبها وادونها وابتدي اشتغل عليها، ويا ريت يكون اول باول واليوم باليوم. هتلاقي نفسيتك الصحيه والنفسيه والعقليه والجسديه في علو روحي جميل جدا، لان روحك دي عايز تستريح. صح ولا انا غلطانه؟ يلا بقى، لو حبيتم انك تكونوا مع الهكذا اكون الا هكذا اكون VIP، تشرفونا ومرحب بكم في الVIP.